واش عارف ان الصهير وقله النعاس كيديروا امراض خطيره بحال الاكتئاب والسمنه والسكري وحتى الزهايمر؟ في هذا الفيديو اللي ماشي عادي غنشوفوا شنو كيوقع للناس اللي كتسهر وكتنعس سوايع قليله، والله حتى غتصدم مني غتعرف شنو كيوقع. وحاجه اخرى ومهمه بزاف، واش بصح 8 سوايع ساعات كافيين؟ بيناتنا ماشي كافيين، وهذه اكبر كذبه تيقناها ومن بعد غتعرف علاش. واهم حاجه في الاخر ديال الفيديو غنشوف واحد الشخصيه اللي العلم والعلماء حاروا فيها، وهاد الشخصيه هي اللي غتورينا اسرار النوم المخفيه. من بعد الفيديو ما غيبقاش عندك مشكل مع الناس، تفرج من الاول حتى الاخر ما تمشيش بعيد ويا الله بينا. السلام عليكم. هذا الفيديو فيديو مهم بزاف، ضروري تفرج عليه من الاول حتى الاخر، تفرج عليه من الاول حتى الاخر. الا ما كنتيش مسالي خويا شارجيه ومن بعد رجع ليه صافي. العلم والعلماء شحال هادي وهما عندهم واحد السؤال في راسهم. هذا السؤال هذا ببساطه هو شنو غيوقع للانسان الا ما نعش؟ العلماء باش يعرفوا الجواب داروا تجارب على البشر والحيوانات. نبداو بالتجربه الاولى اللي دارت على الحيوانات ونخليو التجربه على البشر هي الاخرى. التجربه اللي دارت على البشر كانت النتائج صادمه بالدارجه، داكشي كيخلع والله حتى كيخلع. وانا متاكد من بعد هذا الفيديو ومحال تسهر. في اواخر القرن 19 بالضبط في سنه 1894 طبيبه وعالمه روسيه سميتها ماريا ديمانيسين بغات دير واحد التجربه على الحيوانات وتشوف واش بصح النعاس مهم ولا عادي ماشي مهم. زعما بغات تعرف واش النعاس مهم بحال الماكله بحال التنفس ولا غير زايد. ماريا باش تعرف الجواب شدت 10 ديال الكلاب الصغار العمر ديال ما بين شهرين حتى 4 شهور وحرماتهم من النعاس عن طريق ديما كتفيقم ما كتخليهم ينعسوا. غتقول لي كيفاش كانت كتقيسم وكيفاش ما كانتش كتخليهم ينعسوا؟ سهله. ماريا كانت عندها جروب ديال الخدامين معها، هي في النهار كتبقى تلمس فيهم وما تخليهمش ينعسوا، كيجي جروب بالليل عاوتاني ما كيخليهمش ينعسوا. المهم كنراهم في حياتهم داك الكلاب. ماريا والعلماء اللي كانوا معها لاحظوا بان كل نهار الكلاب ما كينعسوش كتوقع بعض الحوايج. مثلا الحراره ديال الكلاب كانت كتنقص وحتى كذلك الوزن كان كينقص واخا هما كانوا كياكلوا. ردة الفعل ديال الكلاب ولات بطيئه، يعني الكلب الا بغى يشوفك كيشوفك بشويه كيدير لك، فهمتوني؟ مع الاسف في اليوم الخامس الكلاب كاملين ب10 ماتوا. ماريا فاش دارت الكلاب تشريح للدماغ لقات بان الدماغ تضرر بواحد القوه كبيره وحتى لقات نزيف. ماريا عاودت التجربه ولكن هذه المره بطريقه مختلفه. شدت 10 ديال الكلاب صغار حتى هما العمر ديالهم بين شهرين حتى 4 شهور، ولكن هذه المره ما حرماتهمش من النعاس، لا حرماتهم غير من الماكله وخلاتهم ينعسوا. النتيجه الصادمه الكلاب بقاو عايشين من 20 يوم حتى 25، يعني ما ماتوا ما والو، بقاو شادين في الحياه وخا هما ما كياكلوش. النتيجه اللي استنتجت ماريا والعلماء اللي كانوا معها ان النعاس اهم من الماكله، وحتى انها عرفت ان النعاس كيقتل بسرعه اكثر من الجوع. غتقول لي هادشي ما يمكنش يوقع للانسان، حنا ماشي هما الكلاب. صراحه عندك الصح، الحمد لله ربي فضلنا على الحيوانات بالعقل، ولكن هنا غنصدمك. العلماء كاملين اتفقوا ان حتى شي كائن في هذه الكره الارضيه ما يقدرش يعيش بلا نعاس. النعاس شي حاجه مهمه ضروريه. النعاس ماشي رفاهيه بل شي حاجه اساسيه وواجب عليك تنعس ولا غتموت. وهنا غنسولوا راسنا واش بصح الا بقيتي الايام كثيره بلا نعاس غتموت؟ باش نجاوبوا على هذا السؤال غنشوفوا واحد التجربه اللي دارت على البشر، وهاد التجربه حقيقيه مؤكده. في 1963 واحد المراهق امريكي عنده 17 عام سميتو غاردن، بحال هكا سميتو مسطيه بحالو، ومن بعد غتعرفوا واش دار. راندي واحد النهار من النهارات كان جالس مع صحابه وهي تجيه واحد الفكره اللي مسطيه وما كنصحش فيكم شي واحد يديرها شي نهار، حيت شي الا درتيها غتخرج على راسك كما خرج على راسو راندي. المهم غتقول لي اش دار راندي. واحد النهار قال مع راسو ما غناش، غنبقى الايام عديده فايق ليل ونهار ما كاينش الناس. هاد التجربه في الاول بدا مع صحابو، كانوا معاه جوج صحابو كيراقبوه، قالوا الا وقعت لي شي حاجه نمشيو نهزوه ونديوه للطبيب.
المهم التجربه بدات، وراندي اول يومين ما حسش بوالو، كانت الامور بخير. باش يدوز الوقت كان كيدير كلشي، كيلعب، كيعوم، كيغوت، كيضحك، كلشي دار. ولكن في اليوم الثالث راندي ولا كيحس بالتعب، وحتى انه ولا كيهلوس، كيشوف شي حوايج ما كاينينش. وفي اليوم الخامس راندي صافي وصل الاخر وما بقاش قادر يبقى بلا نعاس. قال صافي الا بقيت بلا نعاس غنموت. راندي كان غيحبس، ولكن فاش شاف ان الصحف والجرائد كلها كدوي عليه وكتقول باللي كاين واحد شاب كيدير واحد التجربه اللي مجنونه، راندي حس براسو انه الا كمل يقدر يدخل للتاريخ. المهم الخوت، الرقم القياسي في ذاك الوقت كان 11 يوم، اللي غيفوت 11 يوم غيحطم الرقم القياسي. فراندي تحمس وقال صافي غنكملوا وليها. وفعلا دازت 11 يوم وراندي دخل التاريخ كأول واحد غيوصل هذا الرقم. 11 يوم و16 ساعة راندي ما نعش وما شافش النعاس كيفاش داير، كان كيفيق ليل ونهار ديما فايق. ولكن داكشي اللي غيوقع لراندي من بعد راه كارثة بمعنى الحرف، كارثة. حيتاش راندي ولا كيعاني من شي اعراض خطيرة وبقات معاه حياته كاملة، بحال تقلب المزاج. كيكون راندي فرحان بعض المرات، شوية كتجيه الكعية، وحتى فقدان الذاكرة، ما بقاش كيعقل، ما كيعقل على والو. الا حط سوارت في شي قنت صافي ونسى وما غيلقاهمش. كذلك ولا كيتمتم في الهضره، ما بقاش يقدر يقول جمله مفيده. وبعض المره كتشدو النوبات الهلوسه، كيبدا يغوت غير بوحدو بحال شي واحد مريض. راندي فاش ولات عنده 78 قال بالحرف ان ديك التجربه خرجت على حياته. صديقي، اخي واختي، هنا غنصدمك، يقدر يوقع لك بحال راندي. غتقول لي ما غيوقعليش بحال راندي، انا ما غنديرش التجربه. اوكي انا فهمتك، ولكن العلم والعلماء كيقولوا حاجه اخرى. انت وانتي فاش كل ليله كتسهر وكتنعس سوايع قليله، العلماء كيقولوا مع الوقت غتخرج لحياتك وغيوليو عندك نفس الاعراض ديال راندي دمرت حياته من بعد 11 يوم بلا نعاس. انت غتدمر حياتك من بعد 10 سنين. تخيل 10 سنين ديال حياتك وانت ديما كتنعس سوايع قليله، غيبقاو يتجمعوا لك الاعراض، يتجمعوا واحد النهار غيبانوا فيك، غيولي فيك زهايمر بحال راندي، ما تبقى تعقل على والو، غتولي انت غير كتمتم، ما كتقولش كل جمله مفيده. اوكي حبس هنا، اجي نتعمقوا ونشوفوا شنو كيوقع للانسان فاش ما كينعش سوايع كافيه. سمعني مزيان وتبع معايا لان هذا الشيء مهم بزاف، هذه حياتك صاحبي، راه ماشي الضحك هنايا. اوكي شنو غيوقع لك من بعد المده؟ غتلاحظ واحد الاعراض غيوليو فيك. الا سمعتي هاد الاعراض قول لي واش فيك. هاد الشيء اللي غتسمعوا الا كان فيك راك اخويا غادي في التهلوكه. اولا غتولي تحس بالارهاق وقله التركيز والو، وما كاينش التركيز، عندك زيرو. غتولي كتنسى ابسط الحوايج، كما قلنا تحط السوارت ما تبقاش عاقل فين حطيتيهم. وحتى المزاج غيولي كيتقلب لك بسرعه، بحال مثلا شي واحد ضحك معاك غتجهر وغتبغي تشنق عليه. والاكتئاب، الناس اللي كتقول راني مريضه بالاكتئاب، قلة الناس كدير الاكتئاب. وحتى واحد الحاجه مهمه اللي كتوقع للانسان اللي ما كينعش سوايع كافيه، كيولي عنده سلوك متهور. بحال مثلا داك اللي ما كينعش سوايع كافيه الا كان كيسوق الطوموبيل يقدر يتهور ويسوق بسرعه وما يحس بوالو. والا كان عندك شي صاحبك مسطي وكيسوق بسرعه ومتهور في الحياه ديالو، عرفوا انه ما كينعش مزيان، ما كينعش سوايع كافيه. كذلك واحد الحاجه مهمه، الناس اللي ما كينعسوش سوايع كافيه كيوليو صعيب عليهم يتعلموا شي حاجه. بحال مثلا نهار كامل وانت كتحفظ وكتقرا وكتجتهد، ولكن فاش كتمشي للامتحان ما كدير والو وكتجيب نقطه خايبه وكتنسى وكتخربق. والسبب ببساطه النعاس هو الوقت ديال تخزين المعلومات. انت فاش كتقرا وكتحفظ لشي درس، فاش كتنعس داك المعلومات اللي قريتيهم كيتخزنوا في العقل. المشكله فاش ما كتنعس سوايع كافيه داك المعلومات ما كيتخزنوش. يعني رساله هذه للناس اللي كيقراو وعندهم امتحانات، عافاكم نعسوا، النعاس مهم، نعسوا سوايع كافيه. المهم انا جاي وغنقول لكم شحال غتنعسوا، داكشي كامل غنقولوا ان شاء الله. وكاين دراسات كتقول ان الناس اللي ما كينعسوش سوايع كافيه مع الوقت كيوليو فيهم السمنه والسكري الله يسر الله يسر. هادشي راه كيخلع والله العظيم. ونزيدكم هذه حتى هي مهمه بزاف، الناس اللي كينعسوا سوايع قليله كيولي عندهم ضعف المناعه. يعني كيولي اي مرض كيقيسك دغيا كتمرض، صحتك ديما مهلوكه.
عكس الناس اللي كينعسوا سوايع كافيه كتلقاهم سبحان الله المناعه ديالهم قويه او والو، شي حاجه ما تصور منهم. وحتى قله الناس كتاثر على الخصوبه. نشرح لكم هذه بالدارجه. الراجل ومراته الا كانوا ديما كينعسوا سوايع قليله فراه صعيب يولدوا لنا شي وليد. والله ما كنضحك، هادشي بالدراسات. غنخلي لكم كاع الدراسات في اول وصف، سيروا قراوهم مزيان. قبل ما نكمل دير لايك، اشترك في القناه، دعمنا يا اخي، اشترك ان الله يحب الجميلين. يلا بالخلاصه، الصهير وقله النعاس يساوي التهلكه ديال الذات. الا بغيتي تقتل صحتك سير اخويا سهر وما تنعش سوايع كافيه. واحد الحاجه اللي مهمه، هذه مهمه بزاف وانا بيدي ما كنتش عارفها والحمد لله عرفتها وغنقولها لكم. ضروري خاص الانسان يدير واحد الساعه تكون منتظمه ينعس فيها وينوض فيها. بحال مثلا كتنعس مع 11 الليل وكتنوض مع 7 الصباح، خاصك ديما ديرها، ما تبدلش داك الساعه. واخا مثلا الحد تكون ما خدامش، لا نعس مع 11 وفيق مع 7، ما تسهرش وما تنوضش حتى 12. وهذا الخطا كيديروه بزاف ديال الناس. في الايام العاديه كينعسوا في ساعه واحده وكينوضوا في ساعه واحده، ولكن نهار ديال السبت كيسهروا حتى الوحده ولا الجوج وكيفيقوا حتى 12 ديال النهار. فهنا راك غير كتخربق. وهذا الشيء ماشي الهضره ديالي، الابحاث كتقول السهير والنوم الغير منتظم كيخرب الساعه البيولوجيه. بحال مثلا واحد الدراسه دارت على الفئران. هاد الدراسه هذه كانت كتخلي الفئران كل نهار كينعسوا في ساعه مختلفه. بحال مثلا نهار كينعسوا مع 11، نهار كينعسوا مع 12 الليل، نهار كينعسوا مع الجوج. العلماء شنو لاحظوا؟ فاش مشاو شافوا الدماغ ديال الفئران لقاو باللي الدماغ مضر بواحد الشكل كبير. البلاصه اللي مسؤوله على الذاكره والتنظيم العصبي لقاوها تالفه مخربه. يعني الانسان خصو يدير واحد الساعه اللي ينعس فيها ديما. كتنعس مع 10 بقى ديما تنعس مع 10 ديما، ما تبدلش داك الساعه. واش 8 سوايع كافيين؟ الاكثريه فينا الا سولتك وقلت لك شحال من ساعه خصنا ننعسوا، اول رقم غيجي غتقول لي 8 سوايع. واش هادشي صحيح؟ لا ماشي صحيح. ماشي كاع الناس خصهم ينعسوا 8 سوايع. بعض الباحثين من جامعه هارفارد قالوا باللي الفكره ديال النعاس 8 سوايع غير مختارة، وكيقولوا انها جات مع الثوره الصناعيه. الناس قبل ما تكون الثوره الصناعيه ما كان لا دولة حتى شي حاجه، الناس كانوا كينعسوا غير 7 سوايع 6 سوايع. واش هذا الشيء كيعني ان الانسان خصو ينعس غير 7 سوايع؟ لا شوف في الاخر ديال الفيديو غنوريكم واحد الشخص اللي عظيم غيورينا الاسرار ديال النعاس. وانا متاكد فاش غتسمع شنو غيقول وغتتبع داك الشيء ديالو، وحتى انا كنتبعو الحمد لله، كون متاكد ما غيبقاش عندك مشكل في النعاس. نخليو داك الشيء حتى الاخر. ربي خلق وفرق، الناس ما كيتشابوش، كل واحد وشحال خصو ينعس على حسب الجسم ديالك والجينات ديالك. بحال مثلا دونالد ترامب رئيس ديال الامريكان الله يخليه بخلا كيقولوا العلماء والاطباء ان دونالد ترامب عنده واحد الجينات مختلفه على البشر، بحيث انه كينعس غير من 4 سوايع حتى 5 سوايع والامور عنده بخير. وحتى الماكله ديالو ماكله غير صحيه، هو كيشرب بزاف المونادا وكياكل ماكدونالدز وداك الساندويشات وزيد. وخا مع هادشي كامل صحته بخير ومازال شارف ودير فينا العذاب، الله يعطيه العافيه. يوتيوب اسمحوا لي كنضحك. يعني الانسان كيختلف من واحد لواحد، كل واحد وشحال خصو ينعس. باش تعرف شحال خاصك تنعس سهله، غدير واحد الحاجه اللي بسيطه. شنو غدير؟ اوكي اسمعني مزيان وركز معايا، وصلت لاهم نقطه، الاهم حاجه في هذا الفيديو كامل. كاين بزاف ديال الشخصيات وديال الناس اللي معروفه كتعطي نصائح شحال خصنا ننعسو وكيفاش ننعسو وداكشي كامل. انا داكشي ما كنتيقش به وما كيدخليش للدماغ ديالي، ماشي حيت انا ما كنامنش بالعلم، ولكن عندي شويه ديال الشكوك. ما كنتيقش انا كنشوف هذا العالم كله فيك الا من رحم ربي. فشنو غندير وشنو درت؟ رجعت للسنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا اعظم شخص وشخصيه في العالم. العلماء والعلم حارفه الشخصيه، وهاد الشخصيه هذه هي اللي غتورينا الاسرار ديال النوم. المهم انا فاش مشيت قلبت
في السنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وشفت شحال كينعس وكيفاش كيدير وشنو الطقوس اللي كيدير قبل الناس، والله الا داكشي زوين، داكشي خصنا نديروه باش ما يبقاش عندنا مشكل مع الناس. ما نطولش عليك، ركز معايا، عافاك ركز معايا، هادشي مهم بزاف. الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا على الحبيب، ما كانش عنده سوايع اللي اكزاكت. ما كاين حتى حديث كيقول ان الرسول كان كينعس 8 سوايع ولا 7 سوايع ولا 6 سوايع، ما كاينش هادشي. الاحاديث النبويه كتوصف النوم ديال الرسول صلى الله عليه وسلم انه ما كانش ثقيل وما كانش خفيف، داكشي في النص معتدل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان معروف انه مع العشاء كينعس، كيصلي كيمشي ينعس، ماشي بحالنا دابا كنصليو العشاء كنبقاو سهرانين حتى ل 11 الليل ولا 12. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كينوض في ثلث الاخير من الليل، يعني ساعه قبل الفجر، كينوض كيصلي وكيدير الاذكار وكيقرا القران. العلماء كيقدروا تقريبا شحال كان كينعس، كان كينعس من بين 6 سوايع حتى ل 8 سوايع. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده واحد السر، سر واعر هذا وخصنا نديروه في حياتنا. هذا هو السر انا بالنسبه ليا. كان كيزيد في النهار القيلوله اللي العلماء قدروا انه كان كينعس فيها من نصف ساعه حتى لساعه. وسبحان الله وسبحان الله، العلم اكتشف ان القيلوله كتزيد التركيز وكتنقص التعب. يعني بالاختصار هذا الشيء انا اللي فهمت، ان الرسول صلى الله عليه وسلم النعاس ديالو كانت فيه حكمه واعتدال. كينعس بكري بالليل وكينوض وكيصلي في الفجر وكيدير الاذكار وشحال من حاجه، وفي النهار كيزيد ديك القيلوله كتعاونو. والاكثريه في هذا الزمان ديالنا حنا ما كنديروش القيلوله، ما كنامنوش بالقيلوله. القيلوله راه مهمه، كدار من بعد الظهر، كتصلي الظهر كتنعس واحد نص ساعه ولا ساعه، كتنوض عاوتاني للحياه واجد مستعد. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده واحد الطقوس خاصه كل ليله كيديرهم. اول حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم كان كينعس على الجانب الايمن، وكان كيحط يده اليمنى على راسه. الغريب في الامر وسبحان الله سبحان الله، العلم الحديث اثبت ان ذاك الوضعيه اللي كان كيدير الرسول صلى الله عليه وسلم مزيانه صحيا، كتعاون على الهضم وكتخفف الضغط على القلب، وحتى انها كتخلي النوم اهدأ. داك الشيء هدوء يا سلام. ثاني حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما كان كينعس كان كيتوضا، ضروري الوضوء باش يحسن راسه نفسيا وجسديا. وهاد القضيه سبحان الله انا لاحظتها فاش كنتوضاو ولا كندوش وكنعس، كنحس بواحد الراحه زوينه بزاف. ثالثا الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيدير الاذكار، كيقرا سوره الاخلاص، قل هو الله احد، والمعوذتين، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. وكان كيدير الاذكار سبحان الله 33 مره، الحمد لله 33 مره، الله اكبر 33 مره. صاحبي كتشوفي قيد هذا الشيء وسير وطبقوا في حياتك، راه غتشوف العجب. والدعاء اللي كان كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما ينعس، اللهم باسمك اموت واحيا. اخر حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيطفي النور العافيه اللي كمضوي الدار، وكيسد البيبان وكيسد السراجم وكينعس. والبلاصه اللي كان كينعس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي داكشي على بالك الناموسيه وداكشي ديال الملوك، لا، فقط الحصير، ولا بعض المره كينعس على الارض ولا الرمله. هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، افضل الخلق على مر التاريخ. صراحه كنت باغي نعطيكم النصائح اللي شفت وقريت، ولكن بلاش، حيتاش الا طبقتي هذا الشيء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كافي. صافي، شكرا بزاف، تهلاو في راسكم، سلموا على راسكم وتهلاو في راسكم، والله يعاون. مع السلامه.